انت اللي عندك امتحان غدا، الله يسهل عليك، الله يفتح بصيرتك، والله يغلبك على داك الامتحان ويغلبك على دوك الاسئله. ولكن الله يرضى عليك بغيتك تسمع لي هادشي اللي غادي نقول لك. اول حاجه، اياك تحط الستيلو، ما تحبش الكتابه، ما توقفش راسك براسك، هي كتب. انا نفسر لك علاش. لان نورمالمون راه ديك النقطه اللي تتعطى على داك السؤال راه ما تتعطاش على الجواب الاخر واش صحيح ولا خطا، تتعطى على جميع المراحل اللي دوزتي في داك السؤال. دونك اي حاجه كتبتيها وداك المصحح لقى فيها شي شويه ديال الصحيح راه غيعطيك عليها شويه النقاط وانت راك محتاج هاد النقاط. اوكي. ثاني حاجه الله يرضى عليك، اياك تبدا بالاسئله اللي ما تتعرفش. انا بغيتك ديك ورقه التحرير الاسئله الاولى يكونوا دائما صحيحين. انا نفسر لك علاش. انا راه شحال وانا تنقري وشحال وانا تنحضي وشحال وانا تنصحح، راه خصك ولا بد الورقه فاش قبضها داك المصحح يلقى السؤال الاول صحيح، تدخل معاه في واحد الفايب زوين، فهمتي، واحد لينيرجي زوينه بحال اللي تيتصاحب معاك. ثالثا وغادي نقولها لكم عاود، شتي دابا انت هاد النتيجه اللي خايف منها وهاد النقطه اللي خايف منها، راه صافي يا سيدي درتي اللي عليك 12 عام وانت تخدم، وراه الحماق هذا راه لو فيت انك وصلتي لهنا راك ديجا راك بطلت البطل. واش فهمتيني؟ دونك ثق في راسك وثق في القدرات ديالك وما تخممش في النتيجه. وكما تنقول لك، شتي اي نتيجه جبتي راه كاين الحل. وثق في راسك وثق في الله ودعي سيدي ربي يفتح لك البصيره ديالك وما تفكرش بزاف وما تكونش نيجاتيف، وان شاء الله غادي يكون الخير. زعما تهلاو في راسكم. باي.